السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معلومة في كبسولة. أنا دكتور محمد بسيس، وحلقة النهاردة هي الحلقة رقم 119 من البرنامج. المفروض إن أنا كنت أقول لكم المعلومة دي في أول رمضان، جت متأخر شوية بس معلش. إيه هي كمية المية المناسبة اللي نشربها مع وجبة السحور؟ خليني أقول لك إن جسمنا بيتكون تلتينه من المية. يعني لو شخص وزنه 70 كيلو هنلاقي ان الشخص ده جسمه بيحتوي على 42 لتر من الميه. انت متخيل الرقم؟ احنا حرفيا جسمنا بيتكون من ميه. ال 42 لتر دول هنلاقي منهم 28 لتر ميه متوزعين جوه خلايا الجسم كله، وهنلاقي ان 10.5 لتر منهم متوزعين في المسافات اللي بين الخلايا. 3.5 لتر ميه موجودين جوه الدم. طيب يا دكتور محمد، لخص وقول لنا انت عايز توصل لنا ايه؟ من غير ما اتكلم كتير، المعلومه اللي عايز اوصلها في حلقه النهارده ان في ناس بتشرب كميات ميه كبيره مع السحور ومفكره ان ده هيساعدها على انها تعدي اليوم بسهوله. طبعا الموضوع مش كده خالص. افضل كميه ميه تتناولها في وقت السحور بتتراوح من 2 كوب ل 3 كوب من الميه. كوب الميه ده بيمثل 250 مللي. انسب كميه ميه تشربها في وقت السحور او في وجبه السحور من 500 مللي ل 750 مللي، يعني من نص لتر للتر الا ربعه. دي اقصى حاجه، ان اي كميه اكتر من كده الكلى بتطردها، يبقى انت بتلود وبتحمل على الكليتين. فملخص كبسوله النهارده ان انت في وجبه السحور تشرب من 500 مللي ل 750 مللي ميه، ما تزودش عن كده. كميه الميه دي هتبقى كافيه ان هي تديك ترطيب على مدار نهار رمضان. كده وصلت لنهايه حلقه النهارده، الحلقه رقم 119 من برنامج معلومه في كبسوله. انا دكتور محمد بسيس، سلام.